صداقة حكيمي ومبابي حالة استثنائية في عالم كرة القدم. كرة القدم بصفة عامة هي أكثر من مجرد لعبة عادية، بل هي تحمل كل المشاعر التي من الواجب أن نراها بين أي إنسان وإنسان آخر، وهي التي تحرك مشاعر كل من يشاهد هذه اللعبة، سواء في لحظات اللهفة، الحزن، الفرح، الجنون والبكاء. في الملعب دائما تكون هناك صداقات وعداوات بين اللاعبين وبين أفراد عناصر اللعبة بشكل عام، وهذه العلاقات تستمر للأبد سواء بداخل الملعب أو خارجه. في هذا الفيديو نسلط الضوء عن صداقة حكيمي ومبابي التي تعتبر حالة استثنائية في عالم كرة القدم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وإعجاب لمشاهدة كل ما هو جديد. صداقة حكيمي ومبابي حالة استثنائية في عالم كرة القدم. تثبت المباريات الأخيرة في الدوري الفرنسي أن صداقة المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي أصبحت حالة استثنائية في عالم كرة القدم، متجاوزة كل القصص السابقة التي تم تداولها في السنوات الأخيرة بين نجوم اللعبة. تصرفات أشرف حكيمي تعكس قوة علاقته بصديقه مبابي، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بفريق لانس الأحد. فبعد أن تعرض مبابي إلى تدخل قوي، كان المغربي أول من هب لمهاجمة لاعب لانس للدفاع عن صديقه، وحصل على بطاقة صفراء في المباراة. وكشفت نهائيات كأس العالم قطر 2022 عن عمق الصداقة التي تجمع ثنائي فريق باريس سان جيرمان. وإن تداول مقاطع فيديو تثبت هذه العلاقة القوية بين اللاعبين، ومعها تعليقات تؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك صداقة أقوى من التي تجمع ثنائي باريس سان جيرمان.